يا صباح الخير، يومكم مليان بالسعادة والتفاؤل وراحة البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. بصوا بقى، انا ادمنت الفطيرة دي خلاص بكل اشكالها وانواعها، لانها بجد طلعت ولا احلى. عملتها معاكم سادة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان لو عايزة تغمسيها بقى بجبنة قديمة او عسل وطحينة مثلا. وطلعت بقى محمصة ومقرمشة جدا من بره، اما بقى من جوه فكانت طرية جدا، طبقات ومورقه وكمان خفيفه وشفافه جدا. يعني مين يصدق ان انت تعملي فطيره بالحجم والشكل القمر ده في 10 دقايق بس، من غير بقى ما تعملي عجينه ولا تفردي ولا تورقي ولا تعملي طبقات فوق بعض ولا الكلام ده خالص. لا كفايه بقى، مش كل ما نيجي نشتاق للفطير البلدي اللي ريحته بتجيب لاخر الدنيا واللي طعمه كده بيوديكي لحته تانية خالص، لازم بقى نقعد نعجن ونفرد ونعمل طبقات ونورق وبعدين نسوي. لا صدقيني، الموضوع طلع اسهل وابسط واسرع واحلى من كده بكتير. يعني انا من وجهة نظري الفطيرة دي ما تفرقش اي حاجة عن الفطير المشلتت ابدا، زي ما انتوا شايفين كده بتعلى في الفرن، الوش بتاعها محمص ومقرمش جدا، طبقات بتاعتها كتير ومورقة وشفافة، يعني زي الفطير المشلتت بالظبط، مفيش اي فرق بينهم خالص. وعلشان انا ادمنتها زي ما قلت لكم وعملتها معاكم ساده قبل كده، فحبيت بقى النهارده اغير فيها شويه، علشان لو حبينا نعملها بقى على الغدا يكون غدا سريع وسهل. فهنعمل مع بعض فطيره شرقي بحشوه اللحمه، احلى من احلى فطيره فطاطري بجد ممكن تكوني جربتيها قبل كده. والاحلى بقى ان هي ما بتحتاجش منك لا وقت ولا مجهود ولا خبره ولا اي حاجه من دي خالص. يعني لو انت اول مره تدخلي المطبخ وحبيتي تعملي الفطيره دي، صدقيني هتطلع ناجحه معاكي من اول مره من غير ولا غلطه. تعالوا بقى نشوف الفطيره القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو، عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، والاهم ان هو يفعل الجرس ويعمل لايك وشير، علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل. اول حاجه بقى هنعمل الخلطه القمر السحريه اللي هتطلع معاكي الفطير ده بالطبقات اللي انتوا شفتوها دي، وكانها فطير شرقي، ويمكن والله احلى بكتير. استخدمت نص كوبايه من اللبن وعليها كوبايه من الزبادي الصغيره، تقدري تستخدمي الزبادي البلدي العادي بتاعنا ده، بس انا بصراحه ما كانش عندي، بس هو برده بيكون حلو جدا. وحطيت كمان معلقتين من السكر، بس ده مش معنى ان الفطير هتبقى مسكره، لا المعلقتين دول مش بيبانوا ابدا، بس هم بيفرقوا جدا في طعم الفطيره، وكمان بيظبطوا الحموضه اللي بتكون موجوده في الزبادي. وعليهم حطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر، وقلبت الخليط ده مع بعض كويس جدا. واياكي ثم اياكي تنسي اضافه البيكنج باودر، لان البيكنج باودر هو العامل الاساسي والسحري في الوصفه دي، لان هو اللي بيعمل الطبقات والتوريقه اللي انت شفتيهم في اول الفيديو. وعليهم حطيت كوبايه الا ربع من السمنه السايحه، تقدري تستخدمي خليط ما بين السمنه والزبده او ما بين السمنه والزيت، بس طبعا الكميه الاكبر هتكون السمنه، انا استخدمت الكميه كلها سمنه. اي نوع سمنه بقى يكون ريحتها وطعمها حلوين، ويا سلام كده لو عندك سمنه بلدي وحطيتي منها ولو حاجه بسيطه، وبتفرق جدا في طعم الفطير. وجبت بقى لفه جلاش نص كيلو، ايوه الفطيره اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دي كانت معموله من الجلاش مش معموله من العجينه ابدا، بس زي ما انتوا شفتوها كده ما تفرقش اي حاجه عن الفطير المشلتت بجد، وطعمها كان احلى بكتير. وجبت بقى صينيه مقاس 32 ودهنتها دهنه حلوه كده من السمنه البلدي، وبلاش ابدا تدهني الصينيه بالخليط اللي احنا عملناه وتقولي كده هيبقى احلى، لا طبعا الجلاش لما يدخل الفرن كده هيلزق في الصينيه تدهن بالسمنه. وهناخد بقى ورقه ورقه كده من الجلاش وهنبدا نرص في الصينيه، بس وانتي بترصي هتخلي نص الورقه لجوه والنص التاني لبره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انكم تشوفوها احسن بكتير من ان انا اشرحها، بس المهم بقى جدا والضروري انك لازم ما بين كل ورقه والتانيه تدهني من الخليط اللي احنا عملناه ده، يعني ما تسيبيش ولو جزء صغير كده من اي ورقه ما يكونش مدهون كويس جدا. حتى ولو لقيتي اوراق من الجلاش كده مقطوعه ما فيش مشكله خالص، هتحطيها في النص وتدهنيها برده بالخليط اللي احنا حاطينه ده كويس جدا. ويا ريت وانت بتدهني بين الطبقات بالخليط اللي احنا عملناه ده توازني ايديكي، علشان الخليط اللي احنا عملناه ده يكفي معاكي لفه الجلاش كلها، وتقدري تدهني بيها كل الطبقات بتاعه لفه الجلاش، علشان ما تحتاجيش بقى ان انت تزودي لبن وزبادي وسمنه، لان كده الموضوع هيبقى كتير وهتبقى الفطيره تقيله جدا. وانا هنا بقى بعد ما رصيت لفه الجلاش كلها ونصها بره ونصها جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سبت الورقه الاخيره بس من لفه الجلاش وهحطها بشكل كامل كده في الصينيه. والورقه دي بقى انا مش هدهنها بالخليط ولا اي حاجه، لان هي دي اللي انا هحط عليها الحشوه بتاعه الفطيره. انا هحشيها لحمه مفرومه معصجه، بس انا بحب جدا وانا بعصج اللحمه المفرومه احط معاها كده كام شريحه من السجق البلدي، بتنقل على الصاج اللحم لحته تانية خالص.
انا في الحشوه استخدمت اقل من ربع كيلو لحمه مفرومه، والحشوه دي طبعا بتكون حسب الرغبه. تقدري كمان تحشيها بالفراخ باي طريقه بقى، شاورما، فاهيتا. ويا سلام بقى لو عملتيها بحشوه الجبن كده وقدمتيها على الفطار، هيكون فطار بطعم مميز ومختلف جدا. وبعد ما خلاص حطيت الحشوه ووزعتها بشكل كويس، هبدا بقى ان انا اقفل الطبقات اللي بره الصينيه دي بنفس الشكل اللي احنا رصينا فيه الطبقه اللي تحت من الجلاش. هتبداي بقى ترصي الطبقات بالترتيب من اخر طبقه انت حطيتيها. ومهم جدا انك لازم برضو ما بين الطبقات تدهني من الخليط كويس جدا. وفي فكره كمان تقدري تعمليها بالفطائر دي، وبنفس كميه الجلاش برضو اللي هي نص كيلو، تقدري تعملي منها كذا فطيره بدل ما تعملي فطيره واحده لو انت عايزه تقدميها بشكل منفصل يعني، او لو عايزه تحطي قدام كل واحد فطيره صغيره كده، انك تقسمي او تقطعي يعني لفه الجلاش دي لاربعه. في الاول كده هتقطعيها النصين، وبعدين هتحطي النصين على بعض، وبعدين هتقطعي النصين لنصين تاني. يبقى انت كده قطعتي لفه الجلاش لاربعه. هتحطي بقى الاربع تربع دول على بعض، وهتجيبي بقى طبق من بتاع الاكل الصغير ده اللي بنغرف فيه عادي، وتبداي بقى ان انت ترصي عليه طبقات الجلاش او تعملي الفطائر يعني. تقدري بقى تعملي كل فطيره بالطبقات اللي انت عايزاها، عايزه تعمليها بطبقتين، عايزه تعمليها بثلاثه، وهتعمليها برضو بنفس الشكل ده ونفس الخلطه دي ونفس التوريقه دي يعني. برضو وانت بترصي هتخلي نص الطبقه لبره ونصها لجوه علشان تديكي شكل الفطائر النهائي اللي انت شفتيه في اول الفيديو. لو عملتيها بالطريقه دي ممكن تطلع معاكي من 6 ل7 فطائر كده صغيرين. تقدري بقى تقدميها كده بشكل منفصل وبتكون برضو حلوه جدا. انا خلاص بقى بعد ما خلصت طبقات الجلاش ورصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودهنت بين الطبقات كويس جدا. والطبقه الاخيره دي برضو اللي هي وش الصينيه هدهنها بشكل كويس، وهجيب بقى معلقه ادخل بيها اي اطراف كده طالعه من الجلاش لجوه علشان تكون شكل الفطيره متساوي لما تدخل الفرن. وبعدين جبت منديل ومسحت كده جوانب الصينيه علشان لو عليها اي حاجه لما تدخل الفرن ما تتحرقش ويكون شكلها مش حلو. المهم ان انت بقى بعد ما تخلصي خالص هتسيبي الصينيه دي كده لمده 10 دقايق لغايه لما تشغلي الفرن وتسخنيه على درجه حراره 180، وبعدين تدخلي الصينيه. يعني ما تبدايش تسخني الفرن غير لما تخلصي الفطيره، لان انا عايزه الفطيره دي تقعد لمده 10 دقايق كده علشان تشرب من الخلطه اللي احنا عملناها. وبعد 10 دقايق هتدخليها الفرن بعد ما يسخن. بس برضو ما ينفعش ابدا انك تسيبي الصينيه دي كده بره الفرن اكتر من 10 دقايق. انا عايزاها 10 دقايق بس بره الفرن، وبعدين تدخليها الفرن علشان لو سبتيها اكتر من 10 دقايق الجلاش هيشرب الخلطه اللي احنا عملناها وهينشف ومش هيديكي ابدا التوريقه اللي انت شفتيها في اول الفيديو. هي بتاخد من 20 ل 25 دقيقه بس. لو انت الفرن بتاعك هادي يبقى يا ريت تسوي الفطيره دي على درجه حراره 200 علشان ما تنشفش منك. والفطيره بقى وهي في الفرن هتلاقي الوش بتاعها كده اتنفخ وكاننا بنعمل فطير مشلتت بالظبط، مش جلاش ابدا. انا ما فتحتش عليها الشوايه خالص، هي اخدت لون من تحت ومن الجوانب من فوق مع بعض لغايه لما طلعت بالشكل القمر اللي انت شايفينه ده. والفطيره بقى محمصه ومقرمشه كده. اما بقى الطبقات من جوه فمش قادره اقول لكم مورقه قد ايه، وكمان خفيفه جدا وبجد كده وبدون مبالغه، وكانها فطير مشلتت بالظبط، ما تفرقش اي حاجه عنه خالص. وبس كده يا ستي، واظن ما فيش احلى ولا اطعم ولا اسرع ولا اسهل من كده ابدا. في 10 دقايق بس عملنا احلى فطيره مورقه من غير بقى ولا عجينه ولا فرد ولا توريق ولا طبقات ولا الكلام اللي كنا بنعمله ده خالص. والفطيره ما شاء الله حجمها حلو يعني تاكل اسره كده بشبع. تقدري بقى تعمليها على الغدا لو انت مكسله او تعبانه او مستعجله. تقدري تغيري في الحشوه وتقدميها على الفطار او على العشاء من كتر ما هي سهله جدا وسريعه وفي نفس الوقت مميزه وطعمها وريحتها ولا احلى. وعملنا اهو والله طبقات كتير وخفيفه وشفافه جدا. كفايه بقى، مش كل ما نشتاق للفطير المشلتت لازم نقعد نعمل عجينه ونفرد ونورق ونعمل طبقات وبعدين نسوي. لا خالص، الموضوع ابسط من كده بكتير. انا ادمنت الفطيره دي خلاص، ادمنتها بقى وهي ساده زي ما عملتها معاكم قبل كده. اغمس بقى بيها عسل مثلا وطحينه، اغمس بيها جبنه قديمه. ادمنتها على الغدا بقى بحشوات كده مختلفه، غدا سهل وسريع وفي نفس الوقت طعمه حلو. تقدري كمان تقدميها حلو لو غيرت الحشو وعملتيها بالكريمه او حتى بالكاسترد ورشيتي بقى على الوش كده سكر بودر. صدقيني هي بكل الطرق والاشكال بتاعتها هتطلع معاكي احلى من احلى فطيره فطاطري ممكن تكوني كلتيها قبل كده. جربوها بقى وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.